ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها؟ وحشتوني. معاكم نهى من مطبخ ومنوعات نهى. طبعا انا رايحة دلوقتي مصيف، رايحة اسكندرية عروسة البحر المتوسط. بعد شوق كتير، وطبعا بقالنا 3 سنين ما بنروحش بسبب كورونا. كان طبعا ممنوع المصايف. وعدينا الكارتة الأولى ودلوقتي داخلين على الكارتة التانية. طبعا احنا راكبين في العربية أنا وأولادي ورايحين منطقة اسمها الهانوفيل. اخواتي حاجزين بقالهم يومين واحنا رايحين لهم. عدينا كده بنعدي كده في الكارتة التانية. وأول حاجة هو لاحظتها اتغيرت في اسكندرية، الرصيف لونه اتغير، كان أصفر في أسود، لون التاكس بقى أزرق في أبيض. أكيد هنلاقي حاجات تانية اتغيرت. كده احنا كده احنا دخلنا اسكندرية. آه، وحشني أهلها، الجدعان. داخلين كده رايحين الهانوفيل، واخواتي هناك وحاجزين واحنا رايحين لهم. طبعا قاعدين هنقعد حوالي أسبوع. واسكندرية أهلها أنا بحب أهلها جدا. دلوقتي احنا نزلنا الكيلو 21. والعربيات السوزوكي هناك هي الموقف. هنركب ورايحين نازلين في شارع اسمه آه، بشارة، متفرع من شارع الجمعية في الهانوفيل. أول مرة طبعا نروح الهانوفيل وهنشوف ايه أخبارها، حلوة ولا ايه. هنشوف. طبعا رحنا وصلنا الفجر، رصينا الهدوم والأولاد ما صبروش، نزلنا على طول. الساعة 7 الصبح رحنا البحر دي البوابة. وابتديت ان انا كده اشوف كده استكشف المنطقة والشاطئ. لاحظت ان هي منطقة هادية جدا، الناس اللي فيها قليلة، مش ناس كتير. قلت يمكن عشان الوقت بدري، بس لأ. اللي انا اكتشفته ان الموج عالي جدا، ما تقدرش ان انت تخشي تعومي. اخرك تبقي بره كده على الشاطئ، حتى لو انت بتعومي كويس قوي اخرك تبقي بره. والاولاد ما ينفعوش يدخلوا، اولادي اهوت واخواتي وعيال اختي على الشاطئ من بره، ده اخرهم. ما ينفعش يدخلوا اكتر من كده، الموج عالي جدا. وما ينفعش تستمتعي بالبحر في منطقة الهانوفيل ديت. اخرها الناس اللي هي بتعشق ان هي تقعد بره على الشاطئ كده على الكراسي، هي دي المتعة، ان انتي تقعدي على الشاطئ وتتفرجي على البحر، يا اما تقفي على الشاطئ من بره. لكن ما تعرفيش ان انتي تعومي وتستمتعي بالمية خالص، الموج عالي. حتى لو دخلتي اكتر من مترين بيبتدوا يصفروا ويطلعوكي بره، لان عارفين ان في خطورة. ف يعني مش حبيت المنطقة خالص بتاع الهانوفيل دي. مش من النوع اللي تستمتعي بيها، مش من مناطق في اسكندرية اللي مش تستمتعي بيها، ما تعرفيش تستمتعي بيها بالبحر خالص. كل اللي فيها ناس قليلة. دلوقتي بمسي على حبايبي الاسكندرانية كلهم، أصحاب قنوات الطبخ، صحابي برضو حبايبي. بمسي عليكم يا حبايبي من اسكندرية. وبقول لكم أنا بحبكم قوي، وأجدع ناس واسكندرانية. رحت بعد كده آخر النهار، رحت مع أولادي تاني ومع أهلي، عشان طبعا أنا رحت الصبح. مش كله راح معانا. برضو لاحظت إني بعد العصر برضو الموج عالي، أنا قلت يمكن الشمس تهدي الموجة، بس برضو الموج عالي. زي ما انتوا شايفين كلهم بره كده عند الشاطئ، مش عارفين يدخلوا جوه، الموج ما بيهداش خالص. هو منطقة العجمي كلها بيبقى موجها عالي، لأن ما فيش صدادات ولا في حواجز، البحر مفتوح. ودلوقتي احنا مروحين بعد العصر بساعة كده، ابتدينا ان احنا نروح. وبعدين خرجت بالليل، اتمشيت على البحر، لاني انا من عشاق البحر بالليل، بحب ريحته
وبحب أتكلم معاه وأفضفض معاه. بس المنطقة بالليل ما كانش برضو فيها أماكن تتفسحي فيها، كانت برضو منطقة مقفولة. ما فيش أي متعة تقدري بالليل تعمليها غير إن في كافيتريات تسهري فيها، كان بيبقى فيها حفلات. ومهما غيرتي الشوارع بتلاقي برضو في الآخر بتوصلي لنفس الكافيتريات. ما كانت منطقة مقفولة ما فيهاش أي حاجة. ده بابا واخواتي وجوزي وجوز اختي قاعدين في كافيتيريا زي ما قلت لكم. وطبعا انا صورت الحفلات اللي كانت في الكافيتيريا. كل يوم كنا بنروح كافيتيريا شكل. وصورت السهرات، وان شاء الله هبقى انزلها لكم على مراحل. بس منطقة الهانوفيل ديت الصبح ما بتستمتعيش بالبحر، وبالليل مفيش فسح مثلا أو مناطق تفسحي فيها أولادك. فاحنا قررنا ان نروح خالد بن الوليد بعد كده، لأن ميامي بحر حاجة تانية. دلوقتي احنا في خالد بن الوليد نزلنا 5 أيام تانيين. ميامي طبعا بحرها هادي جدا وجميل. زي ما انتوا شايفين هي منطقة شعبية، ومنطقة مليانة كل اللي انتي تحتاجيه بتلاقيه حواليكي. واللي بيحب اسكندرية وأهل اسكندرية الجدعان، هي دي مناطق ميامي هي اللي مليانة من كل ما تحتاجيه. وكمان أنا كنت قاعدة في الشارع اللي جنب خالد بن الوليد، كان على أول الشارع كان محل جيلاتي عزة، هو اللي جاي دوت. وأنا العمارة كانت بعديها على طول، كنت على الرئيسي برا ببص على البحر على طول. كنت بستمتع من البلكونة بالبحر قدام عينيا. وما كنت بنزل يا دوب بعدي الطريق وأعدي الممر وأبقى في الشواطئ عند الشواطئ على طول. ودلوقتي احنا داخلين شارع خالد بن الوليد نجيب حلويات من عند أحمد حسنين. في أحمد حسين، بس أحمد حسين ده مش الأصلي، أحمد حسنين هو الأصلي. اللي من قديم من قديم الزمان قوي فاتح في اسكندرية، وحاجته طبعا مميزة. فما يعني محدش ينخدع في حرف اللي هو النون دوت. مش موجود في أحمد حسين، لكن الأصلي أحمد حسنين. اشترينا حلويات، وكمان جوزي بيوريكم إن الأسعار كانت جميلة. كل ما تحتاجيه كنت بتلاقيه. الأسعار كانت حلوة ومنطقة جميلة. وكان لحد النهار ما يطلع الناس في الشوارع. وزورنا بير مسعود، واتفسحنا كل يوم، كنا بنخرج لحد الفجر والساعة 6 الصبح برضو الناس موجود. منطقة حية. اشترينا حلويات طبعا ومشينا من أحمد حسنين، وجبنا برضو قبل ما نمشي اليوم اللي هنمشي فيه. ودلوقتي يا حبايبي عايزة أقول لكم باي باي.